السلام عليكم. في أنظمتنا بيبقى لينا كوباية لبن خالق الدسم في النظام بتاعنا. طيب معنى ذلك ان احنا لازم نروح نجيب لبن زيرو دسم اللي هو المعلب عشان يبقى عندنا لبن خالي الدسم؟ لا، مش شرط. طيب نعمل ايه؟ تعالوا بينا نشوف. ده كيلو لبن من عند اللبان، من عند السوبر ماركت، اي حد بتجيبي من عنده لبن يكون مضمون. وادي الحله بتاعتنا، بنبدأ نحطه في الحلة بتاعتنا كده. وهنسيبه يغلي. احنا كده حطيناه على النار عشان نغليه. طبعا اللبن قرب يغلي اهو. مجرد ما بيغلي احنا بنطفي عليه النار ونسيبه لما يبرد خالص، ونقوم مدخلينه التلاجة. الصبح هصورهولكوا. هنشيل الوش القشطه بتاعه تماما، وكده نقدر ناخد منه كوبايه لبن هي مش خاليه الدسم، ولكن فيها نسبة بسيطة من الدسم، لان برضو جسمنا محتاج الكم البسيط ده عشان فيتامين د. تمام. كوباية اللبن دي نقدر ناخدها مع الفطار كاملة، ونقدر نقسمها مشروبات، شاي بلبن، قهوة بلبن، نسكافيه بلبن، قرفة بلبن، زي ما تحبوا. لو حابة تاخديها كاملة مفيش مشكلة خالص. هيبدأ يغلي معانا اهو. بس طبعا المفروض الكلام ده تعمليه من بالليل، مش نيجي الصبح نقوم رايحين شاريين اللبن ونقول ايه انا ملحقتش ابيته وملحقتش اشيل الدسم بتاعه. كده هتاخدي كوبايه اللبن السعرات الحراريه بتاعتها عاليه جدا. فدايما اهتمي ان انت تكوني محضره اللبن من بالليل عشان تاني يوم نشيل الوش بتاعه ونقدر ناخد الكوبايه بتاعتنا تكون قليله السعرات الحراريه عشان شيلنا منها الدسم. على ما اللبن بتاعنا يغلي، يلا بسرعه اطلعي اعملي لنا لايك جميل منك للفيديو، واعملي لنا اشتراك للقناه، واستنوني بكره مع يوميات هبه الله في الدايت. هصور لكم اليوم كامل يومياتي في الدايت وحكاياتي مع الدايت. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لنا لايك جميل منكم. اللبن خلاص قرب يغلي اهو. خلاص هيغلي، هنطفي عليه. اوعي تطفي عليه وتقومي داخله نايمه وسايباه تنسيه، لا طبعا نصبر عليه ساعه كده، هتلاقيه بيرد خالص. نقوم حاطينه في التلاجة وبالهنا والشفا. اول ما نصحى من النوم طلعي الحله بتاعتنا من التلاجة ونشيل القشطه ونحطها في علبه نشيلها في الفريزر، وهقول لكم نعمل بيها ايه القشطه بعد كده. تمام. بالتوفيق ان شاء الله. لو الفيديو عجبكم يلا اعملوا لنا لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.